قبل ما نبدأ الفيديو صلي على سيدنا محمد واذكر الله لا إله إلا الله، ولو وراك الصلاة قوم صليها. ويلا نبدأ الفيديو. النهاردة الفيديو مختلف شوية، مش هنراجع موبايل واحد. النهاردة هنعمل الفيديو بيتكلم عن الموبايلات من أول 5000 جنيه لغاية 7000 جنيه. اشترك في القناة واعمل لايك وفعل الجرس فضلا وليس أمرا. أول فئة هنا هي فئة 5000 جنيه، واحنا هنا معانا 3 موبايلات وهنشوف انهي افضل، تفضل انهي واحد فيهم. اول موبايل معانا هو الايفون 8 بلس. الموبايل ده ليه عيوبه ومميزاته وهقول لك عليها بعد ما نقول مواصفاته. ولا ندخل على المواصفات، ندخل الاول على المعالج هنا هو الاي 16 بايونيك، وافضل معالج في فئة 5000 جنيه واقواهم. تاني حاجة هي الرامات، 3 جيجا رام وهي احسن من 6 جيجا اندرويد. نجل تصميم الشاشة هنا 5.5 بوصة، حجم مناسب لكل الايادي، احترافي مريح في المسك. الشاشة هنا فول اتش دي، يعني جودة كويسة فوق الممتاز. وكمان بالنسبة لسعره، نجل التصميم بيجي من ظهر ازاز فخم وجناب من الالومنيوم، وبيجي ببطارية 2691 ملي امبير، وهي ضعف بطارية في الفئة دي. ويلا بينا على المميزات والعيوب. اولا المميزات، حجم صغير مريح للايادي مهما كانت ايدك كبيرة او صغيرة. معاك تفاحة للناس اللي بتحب التفاحة او الايفون، 60 فريم ثابتين في بابجي موبايل، استقرار نظام ابل عكس الاندرويد. يلا على العيوب يا قلب اخوك. بطارية مش هتكمل معاك لعبة غير ساعتين بالعافية. شحن بطيء 18 واط لو معاك الشحن الاصلي ده لو كان عايش اصلا. حرارة عالية. وبالمناسبة دي يا قلب اخوك هتلاقي رابط الستور بتاع التليجرام، بشحن فيه جميع الالعاب وببيع موردات، متوفر شحن جميع المحافظات ان شاء الله. رأيي الشخص انا بالنسبة للايفون 8 بلس، هذا لو انت واحد بتحب ابل وعايز حاجة تعمل تسجيل شاشة انت وبتلعب تبقى ممتازة. ويلا على الموبايل اللي بعده. الموبايل اللي معانا اندرويد في حدود 5000 ل 6000 جنيه، والموبايل التاني احسن من الاتنين. الموبايل ده هو الاوبو رينو 5، بيلعب ببجي 60 فريم. نجل المواصفات وفي الاخر اقول لك ايه رأيي وعيوب ومميزات. اول حاجة هنا الشاشة اموليد 6.4 بوصة، حجمه كويس، والشاشة دي أحسن من اللي في الآيفون 8 بلس، وبتجيب 90 هرتز، وده بيديك سلاسة في الاستخدام وفي الجيمنج. نجل المعالج هو الأكواليوم سناب دراجون 700 و200 جي، يا رب أكون قلتهم صح، وده بيديك 60 فريم في بابجي موبايل، وبيجيب 8 جيجا رام، أحسن برضه من الآيفون 8 بلس. وأقول لك تجيب أنهي في الآخر. وبيجي بسعة تخزين 128 جيجا، وينفع تركب له كارت ميموري. البطارية سعة 4310 ملي امبير، احسن بكتير من الايفون 8 بلس. والشحن 50 واط اللي هو بيشحن في 45 دقيقة. عيوبه ومميزات. المميزات بيجي بمدخل 3.5 ملي عكس زي الموبايلات اللي هي التانية، كل حاجة فيه كاملة بالنسبة لسعره. عيوبه مش متوفر كتير في السوق المصري عامة، لو لقيته هاته، احسن من الايفون 8 بلس. ورأيي الشخصي هو موبايل كامل متكامل. ناجل التالت موبايل وهو افضلهم حرفيا هو الاوبو رينو 6 5G، وده افضلهم، وهو في رينج ال6 ل7000 جنيه، وبصراحة يستحق السعر ده. نجل المواصفات، الشاشة هنا من نوع اموليد بمقاس 6.4 و3 بوصة، اكبر شوية من الاوبو رينو 5، وبتجيب 90 هرتز زي الاوبو رينو 5. والمعالج هنا ميديا تك دايمنسيتي 900، بيديك 90 فريم في بابجي مع 8 جيجا رام و128 جيجا. ولاحظ هنا ما ينفعش تركب له كارت ميموري، وهنا الميزه الجباره بالنسبه لسعره واللي مخليها احسن ما بين الايفون 8 بلس والاوبو رينو 7، قصدي الاوبو رينو 5، هو انه في نظام تبريد داخلي، وده اللي هيخليه ما بيسخنش. البطاريه هنا 4300 ملي امبير، تكفيك 4 ساعات لعبه مرتاح. والعيوب والمميزات. المميزات تصميم فخم وفريد وحواف ومسطعه، سرعه شحن مذهله 65 واط، اداء مستقر جدا مع واجهه كالور او اس، يا رب اكون قلتها صح، دعم كامل لشبكات ال 5G. العيوب مفهوش من مدخل ال3.5 ملي، مفهوش كارت ميموري زي ما قلت، سماعه الخارجيه مونو واحده بس وليست ستيريو. وسلام، مستني الجزء التاني هيكون رينج اعلى من كده، وبحبكم في الله.